شن حرب على الاحتلال الفرنسي اللي موجود في مصر. يعني المصريين نفسهم ما كانوش بالعدد اللي فيه الفئات والطوائف اللي موجوده يعني. في الوقت ده ما كانش فيه اي مهرب. خلاص شخصيه من كتر توسعاته، من كتر ما هو عامل سيطره قويه على مصر، لا هو انفرد بالحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حلقتنا النهارده عن محمد علي. محمد علي مش مصري الاصل. محمد علي جه في فترة مصر فيها كانت في فترة احتلال وفوضى، وعندنا مشاكل كتير جدا في الدولة. وكان محمد علي لسه عسكري، جه جندي صغير هنا في مصر. لما جه مصر ظبط علاقاته بحيث ان هو يكون موجود اكتر مع الشعب، وبحيث ان هو يكون ليه تأثير اقرب للشعب، نظام القوى الناعمة كده. لكن بدل ما يبقى من مثلا مسلسلات وافلام، لا هو قدر يوصل للشعب من خلال ان ادعى هو ادعى انه داعم للقضية المصرية، وانه رافض للاحتلال، وانه يعني فاهم مجريات الامور اللي بتحصل في مصر. لكن قبل ما نتكلم في التفاصيل اللي زي ديت، خلينا الاول نعرف مين هو محمد علي. محمد علي كان مواليد 1769 في مدينة كافالا الموجودة دلوقتي في اليونان. في الفترة ديت كانت اليونان يعني تعتبر زي مقاطعة أو ولاية عثمانية. الدولة العثمانية كانت مسيطرة عليها، اللي هي تركيا يعني في وقتنا ده. في الفترة ديت كان محمد علي يعني لسه شاب صغير، ومن نشأته يعني كولد لأب تاجر تبغ يعني السجاير والحاجات اللي شبه كده. يعني نشأ في يعني في وضع مادي إلى حد ما كويس. لكن محمد علي كان طموحه اكبر من ان هو يكون تاجر تبغ زي والده او حتى تاجر. لما وصل سنه لسن مناسب للجواز، قرر ان هو يتجوز بنت احد كبار التجار، واللي ده فتح له باب للسلطة والنفوذ، وانه يقدر يخش يعني في عالم التجارة بشكل اوسع. ولكن محمد علي ما كانش في هدفه التجارة. ركز ان محمد علي لغاية دلوقتي لسه ما خرجش بره حدود بلده، لحد ما بيجي اليوم اللي بتقرر فيه الدولة العثمانية انها شن حرب على الاحتلال الفرنسي اللي موجود في مصر سنة 1801. في الوقت ده بتيجي الفرصة الذهبية لمحمد علي ان هو يكون في صفوف القوات المتجهة لمصر. بتيجي معانا بقى يعني واحدة كده تحس انها يعني لقطة ديمقراطية شوية، لما الشعب المصري بيقرر بعد طبعا ما اداس السم في العسل، ونجح محمد علي انه يوصل لقلوب الشعب المصري ويقنعهم ان هو فعلا يعني بيشاركهم نفس المشاعر، وعايش نفس الاحاسيس، وعايش نفس كل حاجه. يا جماعه انا منكم، انتوا ليه ظالميني؟ انا منكم. بينجح محمد علي سنه 1805 انه يكون والي على مصر، بعد ما الشعب المصري وجموع الشعب المصري خرجت وطلبت من السلطان العثماني ان هو يعين محمد علي والي على مصر. ده بنشوفه طبعا يعني خلاص محمد علي عمل اللي هو عايزه. لكن في الحقيقه ما كانش الموضوع سهل، الطريق لم يكن ميسر لمحمد علي، لان ببساطه انت بتتكلم على مصر في فتره كانت كلها وفئات مختلفه. يعني المصريين نفسهم ما كانوش بالعدد اللي فيه الفئات والطوائف اللي موجوده. معلش يعني مماليك وفرنسيين وانجليز وغيرهم كلهم على ارض مصر. في الفتره ديت لما بتيجي تتكلم مين القوتين اللي كانوا يعني عكس بعض وكانوا منافسين لبعض بالظبط؟ المماليك والعثمانيين. ومين اللي بيمثل العثمانيين في مصر؟ محمد علي. يعني في الوقت ده ظهر عندنا فكرة عند محمد علي ان هو لازم يتخلص من المماليك، لحد ما بيجي يوم 1 مارس 1811. في اليوم ده قرر محمد علي انه يدعو كبار وامراء وكل المماليك لحفلة عنده في القلعة، عشان توسن ابنه هيطلع حملة عسكرية ضد الوهابيين في منطقة الحجاز، من باب تحريرها ومن باب ان احنا نكرم الحملة العسكرية اللي بيطلعها الابن الاكبر لمحمد علي توسن. بنقف او بنجيب الناس نعزمها على يعني وليمة، بس ما كانتش وليمة عادية. الوليمة دي هتكون اخر وليمة هيشوفها المماليك. بمجرد خروج القوات من ابواب القلعة بيبدأ صوت طلقات وصوت الأسلحة النارية يتجه وينضرب على المماليك. توسن قادة الجيش طمنوه، قالوا له كمل طريقك، أبوك كويس. كان خوف توسن كله إن أبوه جوه مع المماليك، وفي صوت ضرب نار وصوت زعيق. صرخات الناس أو صرخات المماليك بدأت تعلى. في الوقت ده ما كانش فيه أي مهرب، خلاص انتهى.
ولكن بعض المصادر بتقول ان في احد المماليك قدر يهرب. خلينا متفقين ان مذبحة القلعة كانت واحدة من ابشع المجازر وابشع المذابح اللي حصلت، خصوصا ان يعني كان الاسلحة والحاجة ديت مجهزة، وكانت يعني تم الاعداد ليها، والمماليك كانوا عزل بدون سلاح. وكانت النتيجة انتهاء المماليك وانفراد محمد علي بحكم مصر، بعد ما نفى شوية قيادات شعبية، وبعد ما تخلص من شوية تانيين، عمل شوية حركات كده ولبسهم فيهم. هو دلوقتي ماسك مصر، هو بلا منازع، يعني الوالي، مش بس الوالي، لا ده هو الوالي والمتحكم والآمر والناهي على مصر. وهنا بتبدأ فقرة جديدة، أو ما نسميه نشأة تاريخ مصر الحديث، أو نشأة الدولة المصرية بصورة حديثة وعلى الأسس الأوروبية. نشأة ممكن تكون مليانة إصلاحات، يعني ما كانتش هتحصل لو كان اللي ماسكها أو اللي كان ماسك مصر حاكم مصري. في وقت ما محمد علي من خلال الإصلاحات اللي عملها من تطوير اقتصادي وإصلاحات زراعية ومدارس عسكرية وغيرها وغيرها وغيرها، وبناء مدن كاملة، بنى مدن زي مدينة الخرطوم في السودان. وعلى هذا الأساس وعلى هذا المنطق محمد علي بدأ يشوف ان الوضع بقى ميسر ليه، الدولة العثمانية بتضعف، محدش ليه رقيب عليه، خلاص انا كاسب حب الشعب، وقدرت بسلطة ما ان انا احتل دول مش احتل مناطق، احتل دول. خد الشام كاملة، يعني انت متخيل ان فلسطين ولبنان وسوريا وجزء شمال العراق وجزء من الدولة العثمانية نفسه اللي هي تركيا، ومنطقة اقليم الحجاز اللي هو في مكة والمدينة والاردن، وكمان السودان وجزء من ليبيا، ده كله محمد علي كوش عليه من خلال بس انه قدر يعمل اصلاحات اقتصادية واصلاحات عسكرية واصلاحات زراعية في مصر. انت متخيل هو قدر يسيطر على الشرق الاوسط. محمد علي لفترة ما كان يعني راسه براس السلطان العثماني، وده ايه، والسلطان العثماني اللي حطه، يعني هو حطه والي على مصر. لكن لا، انت بتتكلم ان ده شخصية من كتر توسعاته، من كتر ما هو عامل سيطرة قوية على مصر، لا هو انفرد بالحكم وبقى المنافس الاول للسلطان العثماني. مفيش في المنطقة غيره حاليا، انت زعيم الشرق الاوسط. وده اللي بدأ يخوف دولة كده، ما يعني حشرة مناخيرها في اي حاجة. انت لو انت وصاحبك في الفترة دي اتخانقتوا في كرداسة، يعني شوف انت متخيل لو انتوا اتخانقتوا في كرداسة، يا تخش تفض الخناقة ديت وتحتل كرداسة كاملة. كانت الدولة بتعمل كده، هي فكرتها كلها ان هي ما تسيبش حد في حاله. طبعا انت تقول امريكا، لا اقول لك امريكا عندها لسه مشكلة الداخلية وبتاع، ولسه ما بقتش دولة عظمى. كان دولة تانية اللي هي ايه، كانت برضه محتلة امريكا، حتى امريكا وارثة منهم الغلاسة. يعني انت متخيل هي ما بتعملش اي غير انها تعمل الحاجة دي، تتدخل في شؤون الناس. هي دولة، هي دماغها كده بالظبط. هي كانت انجلترا او المملكة العظمى في الوقت ده، ما كانتش سابقة حد في حاله. هي دولة، وشوف بالرغم من ايه انها كان عندها مشاكل داخلية غريبة جدا، مشاكلها كان اغلبها مشاكل دينية. يعني عندهم مشاكل بين المسيحيين الكاثوليك والمسيحيين البروتستانت، يعني عندهم مشاكل بينهم وبين بعض، والسبب بينهم كان خايب جدا، مشاكل متعلقة بحق الطلاق وحق الجواز. انت متخيل الدولة دي عاملة ازاي؟ غيرت مذهب وغيرت دولة كاملة، ومشاكل وفتن حروب دينية ونشأة شخصيات نتكلم عنهم بعدين، كل افكارها انها بس يحاربوا بعض علشان الدين وعشان حاجات زي دي. ما عندكم مشاكل داخليه، لا احنا مش هنركز في المشاكل الداخليه. في مصر ايه، محمد علي عامل شغل ابن حرام، محتل يابا وعامل شغل جامد، ما تيجي نوقفه. طب يا جماعه انتوا مالكم بيه؟ وده اللي بيحصل، بيحاولوا وبينجحوا في كده. في الوقت ده انجلترا كانت الدوله العظمى، الدوله العثمانيه بتسقط وبتفقد قوتها، ولكن انجلترا محافظه على قوتها وبتزيد برغم مشاكلها الداخليه، الا انها بتزيد. بتيجي سنه 1841 وبيبدأ بقى الوضع ما يبقاش مستقر، بيبدأوا يعملوا معاهدة أو يقرروا يعملوا معاهدة اسمها معاهدة لندن. معاهدة لندن كان فكرتها الوحيدة، هم متخيل إن 3 دول قعدوا مخصوص، فرنسا وإنجلترا. طبعا أنت متخيل الدولة الثالثة مين؟ لا غلط، مش الدولة العثمانية ومش ألمانيا ومش أي دولة من التخيل. الدولة الثالثة كانت النمسا، دولة كده احنا هنشيس عنها لكن لها تاريخها معروف. 3 دول، شوف الفضا، جابوا ال3 دول يقعدوا علشان يتكلموا ان محمد علي بقى جامد قوي. محمد علي بقى جامد،
الراجل ده ماشي بيحتل، ماشي بيثبت نفسه خلاص. يسكت؟ لا، ده هو بقى يعلي ويخش الدولة العثمانية زي ما قلنا من شوية، يخش الدولة العثمانية وجيشه بقى ما يقفش في حتة، لا ده يقف عند اسطنبول، أكبر مدينة في أوروبا كلها اسطنبول. بتنص المعاهدة بتاعة سنة 41 1841 أو معاهدة لندن إن ببساطة محمد علي هيفضل والي على مصر، إحنا مش هنشيله. ليه؟ إحنا قلنا محمد علي بيكسب مين؟ بيكسب الشعب المصري، الشعب اللي هو معلش هو والي على دولته. فانت هتيجي تختار يعني هتيجي تجيب والي تاني، هتلاقي الشعب هيقوم وهيتخانق وهيعملوا مشاكل. لا احنا مش هنعمل كده، وهنتجنب اي مواجهة مع الشعب المصري. احنا ببساطة هنخلي محمد علي موجود. بس الاراضي اللي انت خدتها يا معلم ترجع للدولة العثمانية، والا انت عايز تواجه الثلاث دول دول. وطبعا السلطان العثماني لما هيلاقي الدنيا كده مش هيقف مع محمد علي خالص، لا ده بالعكس، ده هيبقى ضد محمد علي في سبيل ان هو يرجع ملكيته للاراضي المصريه. مش اراضي مصريه بس، بتتكلم الاراضي المصريه والشام والحجاز والسودان وبعض الاجزاء من ايه، من الدوله العثمانيه او من تركيا. الحاجه الحلوه ايه بقى؟ ابسط يا عم، والله بنضحي، عيالك هيورثوا الحكم من بعدك. هم هنا طبعا انت حاجه جميله بالنسبه لمحمد علي، بس مش جميله بالنسبه لطلبه ثانويه عامه وثالثه اعدادي. هم عارفين قوي ان الاسره ديت اكتر اسره يعني هتضن عليهم في التعليم في التاريخ بالذات. طبعا دلوقتي اظن انت شايف محمد علي بطل، ان هو اسس دوله وعمل مدارس عسكريه زي زي المدرسه اللي موجوده في اسوان وغيرها من المدارس العسكريه، وبنى مدينه زي الخرطوم، وعمل 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 وعمل. لكن في جانب مظلم محبوش يتكلموا عنه. محمد علي اسس الدوله اللي هو الدوله الحديثه اللي على طراز اوروبي، دوله حديثه على طراز اوروبي اسسها على دم الفلاحين. محمد علي ما كانش بيتعامل مع الشعب المصري معامله سويه، لا، محمد علي كان بيتعامل مع الشعب المصري معامله في منتهى القسوه، في سبيل انه يوفر لنفسه الموارد الكافيه، ويوفر لنفسه الادوات والالات والافراد اللي تساعده في ان هو يبني الدوله الحديثه. محمد علي كان بيستغل الشعب، بيفرض الضرائب الباهظه ومخلي الناس حرفيا عبيد. هما الشعب كان يعني بيصبر نفسه بجمله ايه؟ هتشوفوا، هنلاقي بعدين. وعلى هذا الاساس الشعب المصري كان بيشتغل. يعني في عهد محمد علي مصر يعني مرت بمشاكل، يعني مشاكل بشعة من فقر وجوع وانهيار في البيئة وأمراض وأوبئة. مصر كانت دولة فعلا في الوهلة ما دولة منهارة داخليا. من بره احنا حلو قوي، من بره احنا دولة أوروبية، دولة عظيمة، لكن من جوه دولة يعني الأعمدة المبنية بيها تأكلت من الفقر والجوع والغضب. وطبعا يعني زي ما بيقولوا خلاص الناس اكتفت، شالت كتير. وده كان الجانب المظلم لمحمد علي. لكن خلينا نسأل سؤال كده، يعني سؤال ما باب النقاش: هل محمد علي كان حاكم ناجح وكان أسطورة فعلا وكان بطل قومي مصري، شخصية فعلا حاكمة لمصر تستاهل انها يتقال عنها انها من اساطير او من بنات مصر الحديثة، ولا كان حاكم ظالم عنده طموح استعماري وطموح في ان هو التوسع، ان هو يبني دولة بملكية خاصة ليه هو لوحده، هو الحاكم بتاعها، هو الامر والناهي ليها، مجرد ان هو بالنسبة له الشعب ده ديكور بيلعب بيه، عرايس هو بيحركها بايده في سبيل ان هو يسيطر على حكم البلد. شفنا ده وشفنا ده. في الحقيقة محمد علي لو جينا نتكلم عنه بصورة نقاشية، ده من وجهة نظري أنا، من وجهة نظري الشخصية، محمد علي هو مزيج بين الاتنين. محمد علي ضغط مصر، وكان في جزء يعني جزء بطريقة ما هو كان جزء سوداوي، ولكن في جزء تاني هو جزء جميل جدا مليء بالإنجازات، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات زراعية، كمان عندنا مدن اتبنت، مدارس عسكرية، قوة، توسعات استعمارية وتوسعات دخلت لمصر موارد وعملت من الاقتصاد المصري اقتصاد محترم ينافس دول، يخلي دول كاملة تقعد زي ما اتكلمنا معاهدة لندن 41، دول كاملة تقعد عشان بس تناقش ان في قوة بتنشأ وفي دولة قوية بتنشأ. وعلى هذا الاساس ممكن تقول لي رأيك
اذا كان فعلا محمد علي بطل قومي او حاكم مستبد ذو افكار استعماريه وافكار توسعيه. كله في الكومنتات. متنساش تشوف الحلقه اللي فاتت وتستنى الحلقات الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك وتتابعوا القناه عشان تشوفوا كل جديد. سلام.